دره بعد اذنك بس ممكن تركزي معايا شويه. دره يا استاذه دره ركزي معايا بس، انا معايا اقعدي بس معايا 5 دقايق بالظبط نتكلم عن صور. ماشي طيب في ايه اهو. اوكي كملوا بعدين. ماشي. اول حاجه ازيك يا دره؟ كويسه الحمد لله. بصي بصراحه اول حاجه احنا متحمسين قوي مبسوطين ان انت معانا في انترفيو بنتكلم فيه عن الستات بشكل عام وبنتكلم فيه عن احلى ست في الوسط الفني بشكل خاص اللي هو انت يعني. يا سلام والله ده من ذوقك. ميرسي. اوكي قبل ما نبدا كلامنا، انت ممكن تصنفي نفسك فيمينست ولا معتدله؟ اللي هو مع الستات في مواقف ومع الرجاله في مواقف. لا انا مش مع ان يبقى في خصومه يعني او في صراع بين الستات والرجاله. انا فيمينست بس بمعنى ان الست طبعا من حقها تطالب بحقوقها بس ما تبقاش ضد الراجل. هي الست والراجل هم مع بعض اللي بيعملوا المجتمع، هم مع بعض اللي بينجحوا مع بعض، فما نقدرش نفصل واحد عن التاني، هم بيكملوا بعض. يعني مش فيمينست 100%، مش اللي هو لا الرجاله وحشين الرجاله ما مش لا الرجاله في منهم وحشين وفي منهم كويسين، لكن كده كده الست احسن يعني. شكرا ماشي ميرسي جدا لذوقك. ماشي في وجهتين نظر موجودين، انت مع مين فيهم؟ الستات اقوى من الرجاله؟ الستات والرجاله زي بعض؟ الستات والرجاله زي بعض. انت انا دبلوماسيه قوي وهتتعبيني. لا والله مش دبلوماسيه بس أوكي. دي الحقيقه، هما ده انسان وده انسان يعني. يعني انا قصدي زي بعض في حقوقهم والحاجات دي كلها. أيوة. انت شايفه ان هم زي أنا بعض؟ شايفه ان هما زي بعض. اوكي اول فقره بقى هنبدا فيها دلوقتي هي عادي. دلوقتي هستعرض لك فيها حاجات الرجاله بتعملها والناس بتشوفها عادي جدا، ولو الستات عملتها الموضوع مش بيكون عادي قوي. اوكي. انت عمرك قصيت شعرك زيرو؟ لا ليه؟ لا ما احبش، اخاف اقص شعري زيرو يعني. طب رد فعل الناس اللي حواليك هيكون عامل ازاي تفتكري؟ هيتخضوا اكيد طبعا يعني، بس انا مش بجادج اي حد يقص شعره أيوة. زيرو او كل حد يعمل اللي هو عايزه بالظبط. لكن انا الخطوه دي بالنسبه لي صعبه جدا جدا وما اتمناش ان انا اوصل لها. ممكن قصه قصيره كده يعني احب اعمل كده، بس زيرو دي صعبه قوي. تفتكري ليه الرجاله بيقصوا شعرهم زيرو عادي والستات لو قصوا شعرهم زيرو يبقى كارثه؟ هي مش المفروض تبقى كارثه، ما انا بقول لك كل حد حر عادي، ممكن يبقى ده ستايل هي عايز تعمله. أوكي. لكن انا شخصيا صعبه عليا. اوكي عكستي راجل قبل كده في الشارع؟ لا خالص؟ لا خالص طبعا. طب ليه عادي ان الرجاله تعاكس الستات في الشارع والستات ما تعاكسش؟ لا مش عادي ان الرجاله، المفروض الرجاله ما يعكسوش الستات في الشارع. ما هو ده مش عادي بس ده بيحصل، فاهمه؟ ده بيحصل. مش كل اللي بيحصل عادي. طبعا في حاجات بتحصل ان احنا ممكن نعترض عليها. أوكي. او على حسب طبعا يعني، ممكن حد يكون ذوقه جميل ومؤدب ويقول كلمه بادب وكده باحترام. ممكن تعدي باحترام يعني. لكن اي كلام تاني معاكسات دي لا يعني مرفوضه سواء راجل او ست. سافرتي لوحدك وانت في ثانوي؟ بجد؟ ايوه. طب سافرتي لوحدك وانت في اعدادي؟ بجد؟ ايوه. طب هو الحمد لله يا جماعه في حاجات الستات بتعملها هو عادي. شفت؟ بس انا في اعدادي دي انا كنت صغيره فكنت مسافره يعني، مامتي كانت سافرت سبقتني وبعدين انا سافرت حصلتها. فكان طبعا وحاطين لي بادج كده وماشيه مع المضيفه ويعني موضوع يعني كده خايفين عليكي قوي. خايفين عليا وموصيه وهي وموصيه الطياره كلها تقريبا عليا وكده. بس بعد كده في ثانوي لا سافرت مع جروب صحابي من المدرسه وطلعنا رحله يعني، سافرنا لوحدنا يعني. اوكي عمرك ارتبطتي باكتر من شخص في نفس الوقت؟ لا. طب دلوقتي بيقولوا ان الرجاله قلبهم كبير قوي وممكن بيستعمل حباب الف، اشمعنى بقى الراجل عادي ان هو يعمل كده والستات ايه ده ازاي انت مش كويسه ان انت عملتي كده؟ ما هو ولا الراجل ولا الست المفروض يعمل كده. بس انت شايفه مش المفروض ان حد يبقى عنده علاقات متعدده في نفس الوقت يعني. لو انت مش مرتاح في علاقه خلاص اخرج منها، ومن حقك بعد كده تبدا في علاقه تانية. من حقك تبحث عن سعادتك مع شخص تاني، ولكن مش من حقك انك تظلم 2 في نفس الوقت او 3 او واتيفر يعني، او 4 أو 5 يعني ولا حد سواء راجل او ست. وبعدين دي حاجه انا بشوف ان هي وضع مش حلو لكل الاطراف يعني. مثلا حتى للست لو هي كان عادي زي ما انت بتقول برضو مش حلو ليه. عمرك نزلت تجيبي حاجه من السوبر ماركت وانت لابسه شبشب وشورت وتيشيرت كت؟ بجد؟ ايه ده حلو. في الصيف يعني لو في الصيف في مكان على البحر يعني، مثلا في الساحل في الجونه. لا بتكلم سوبر ماركت جنب البيت الحاجات دي. لا جنب البيت مش هروح بشبشب وشورت وكده، بس ممكن اروح تقريبا بلبس البيت يعني او كده، ده ممكن. بس لا بالوضع ده لو في الصيف على البحر اشمعنى الرجاله عادي ينزلوا من غير يعني تي شيرت حتى وصباح الفل عادي؟ عشان الرجاله محدش هيبص لهم بس كده فاهم. اوكي عمرك ضربتي واحده او واحد وانت بتتخانقي؟ ضربت؟
والله مره زمان وانا صغيره بجد؟ مش عارفه يعني اديت ولد بالقلم كده في بس انا مش طبعي والله. في اعدادي تقريبا برضو واحده اديكي قلم كده صباح الفل ضايقني. لا مش صباح، وهو ضايقني. وانا كان بقى ايه في حماس كده مع صحباتي برضو ومحمسني كده فضربته بقى. بس انا مش عنيفه خالص، عمري ما عملت كده في حياتي، يمكن دي المره الوحيده يعني. طب هو عمل ايه؟ هو لو شايفني يعني بقول له سوري، انا ما اعرفش عنه حاجه من ساعتها بس. طب هو عمل ايه لما انت عملتي كده؟ والله عارف انا فاكره رد الفعل اللي هو رد فعلي ده، مش فاكره الفعل، مش فاكره هو عمل ايه بس اكيد ضايقني قوي قوي عشان يوصلني للمرحله دي، لان انا مسالمه وهاديه، فعشان اوصل للمرحله دي اكيد قال كلمه بقى ضايقتني او كده. اوكي، عمرك فتنتي في سواقه الرجاله؟ لا خالص؟ لا. طب ليه الرجاله بيشتموا في سواقه الستات دايما؟ عشان الرجاله بيشتموا في سواقه الستات عشان عايزين يحسوا ان هم احسن من الستات. اوكي. ان هم اللي بيفهموا، ان هم العربيات، لان العربيات دي حاجه بتاعت الرجاله وهم بيحبوها، فهم اللي بيفهموا بقى واللي بيعرفوا يسوقوا، مع ان هم ممكن يكونوا بيعرفوا يسوقوا كويس، ولكن الاحصائيات بتثبت ان معظم الحوادث بيعملها رجاله مش ستات. تقول دي تقول لهم ايه بس كل اللي بيشتموا في سواقه الستات دول؟ ربنا يهديكوا بس. ربنا يهديكوا. سوقوا انتوا كويس مش مشكله، احنا معلش سوقوا انتوا كويس واحنا هنبقى كويسين. اوكي، عمرك دفعتي الحساب في اي ديت كنت نازلاه؟ ديت؟ لا انا بدفع حساب لو مع صحباتي. اوكي. مع مثلا احنا شله حتى لو فيها ولاد وبنات ممكن كل حد يدفع حسابه، ممكن الحاجات دي. أوكي. لكن لا لو مع جوزي او خطيبي او كده لا مستحيل. ليه ما ينفعش ست تدفع وعادي الراجل يدفع في كل حاجه؟ هو الراجل لو جنتلمان هو اللي مش هيرضى يخلي الست تدفع، يعني هي دي الفكره. اوكي. لو مع اخويا الصغير مثلا كده ممكن اعزمه، مره اعزمه مره اعزمني، وضع مختلف. أوكي. بس غير كده لا. عمرك طلعتي 6 باكس او عضلات باي او حاجات ما انت تلعبي رياضه يعني؟ يا ريت. بجد؟ لا طبعا. ليه؟ اولا الجسم الست بحب انه يبقى جسم برضو انثى يعني، الشيب يكون بس بحب الرياضه، وان البنت تكون بتعمل رياضه، وان تكون عضلاتها مشدوده شويه لكن مش كتير يعني. بحترم جدا غيري اللي بيفضل حاجه تانية. في بنات دلوقتي شاطرين جدا جدا في الرياضه وعضلات وكل حاجه، وهم حابين ده، أوكي. فيعملوا الحاجه اللي يحبوها. انا ما بحبش ده ما اعملوش. اوكي، دلوقتي هنخش في الفقره الثانيه اللي هي اسمها جيم دي هنسالك فيها اكتر اسئله فيها كلمه ومن على جوجل، وتقول لنا جواب من وجهه نظرك انت. يعني دي اجاباتك على اسئله كتير الناس بيسالوها، بس وجهه نظر دورة بس، دي مش بتعمميها يعني. ليه الستات بيكونوا عايزين يخلفوا بنات؟ عشان يبقى في حاجات كومن ما بيننا، يعني عشان البنت بتبقى شبه مامتها في حاجات، او بيعملوا حاجات مع بعض بيحبوها، بنشار حاجات مع بعض يعني. انت نفسك تخلفي بنت؟ نفسي بس حته ان هو نفسي في بنت مثلا تكون شبه هاني مثلا، تكون شبه كده لا ولد يكون شبه هاني، بنت تكون شبهي بس كده. اوكي ماشي. ايه اكتر حاجه بتجذب الستات في الرجاله من وجهه نظرك؟ ما اقدرش اعمم الستات كلها، بس متهيألي انا بالنسبه لي الطيبه والحنيه، يعني دي حاجه بتجذبني، من الحاجات بتجذبني. خفه الدم، وانه يكون راجل، يعني رجولته مش بمعنى طبعا الرجعي او التقليدي، يعني بمعنى الحقيقي للراجل. امتى الستات ممكن يشجعوا بعض، بما ان الغيره هي اكتر صفه منتشره ما بين الستات كلهم؟ ما شاء الله، الله اكبر عليكم يعني. والرجاله بيغيروا برضو على فكره. ما بس ده سؤال موجود والله، مش انا اللي حاطه، ده سؤال موجود. امتى الستات ممكن يشجعوا بعض؟ الستات ممكن يشجعوا بعض لما يلاقوا نفسهم يعني محطوطين في نفس السيتويشن، يعني لما يحسوا بحاجه كومن، اللي هو نفس اللي حصل لي حصل لك، ونفس اللي حصل لها حصل لنا، طب يلا كلنا احنا نشجع بعض. ماشي. امتى الستات ممكن تقتل؟ هو البني ادمين عموما اللي بيقتلوا دول بني ادمين اكيد مختلين شويه يعني، او فيهم حاجه، سواء ست او راجل، ملهاش علاقه بان الست امتى ممكن تقتل والراجل امتى. ده بني ادم خلاص، هو في حاجه مش سويه. او الاوبشن تاني انه فعلا بينتقم من اتعمل فيه ظلم 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 الشنيع يعني. فبينتقم بالطريقه دي يعني من غير ما يفكر. طب الستات باردين اكتر من الرجاله ولا لا؟ على حسب يعني، مش الستات كلهم ومش الرجاله كلهم، هي الشخصيات. يعني زي شخصيه بارده، وفي شخص تلاقيه دمه حامي وكده، على حسب ست او راجل لا مالهاش علاقه. طب انت وجهه نظرك انت بتشوفي انت كدره حاسه ان الست يعني بارده اكتر، ممكن تاخد الموضوع بهداوه شويه؟ انت بقى انا عارف ان هو مش تعميم، بس انا يعني انا ممكن ابقى هاديه، ممكن في ست تانية تبقى بتتشال وبتتحط وبتبقى عصبيه جدا جدا. في ستات عصبيه جدا، هادية. في ستات عصبيه، وفي رجاله هدوء
وتلاقيه بقى قاعد بقى بيتفرج على الماتش يعني ولا دريان، والست تلاقيها عماله تجري ورا العيال وتحدف شباشب متجننه عادي يعني. وفي العكس، في ستات بتبقى هو بقى مثلا الراجل دايما يحب يجهز بسرعه اكتر لو خارجين، والست تاخد وقتها بقى قدام مرايتها تتدلع براحتها كده والبس دي ولا البس دي وتقلع وتلبس وتعمل وميك اب وكده. فدي حته ممكن الستات تبقى فيها شويه يعني. بمناسبه المرايه فانت احلى واحده في الدنيا دلوقتي تقريبا، ربنا يخليك. فانت بتاخدي وقت بقى قدام المرايه بتقعدي حبه حلوين كده بتجهزي؟ انت من الناس دي؟ على حسب. اوكي. يعني لو نازله انا الصبح عادي يعني او مش مشاوير عاديه لا ما باخدش وقت. لو ايفنت او حاجه زي كده؟ لو ايفنت او حاجه طبعا 3 ايام قاعده مش لدرجه 3 ايام بس والله انا بزهق، وعلى حسب هي الماكيور اللي بتاخد وقت. اوكي. او الميك اب أوكي. ارتست يعني عموما يعني او الكوافير. انما انا ببقى عايزه اقوم من الكرسي بصراحه، ببقى زهقانه وببقى ماسكه الموبايل وهي عايزه ترميه وكده يعني. انما انا لو عليا تك تك كده يعني بنزل على طول. اوكي. ايه الحاجه الستات ما تقدرش تعملها؟ انا مثلا لو في فار ما اقدرش اموته، لازم راجل بقى يموته يعني او حد بقى بخاف جدا يعني، ممكن اجري بقى واخاف الفار بالذات. لو في مثلا حاجات زي السباكه مثلا يعني حاجات من النوع ده، ميكانيكا مثلا العربيه يعني. في ناس طبعا في ستات شاطره برضو، مفيش حاجه الست ما بتقدرش تعملها، في ستات شاطره في كل حاجه. الستات ما بيعرفوش يكذبوا؟ لا الستات ممكن يعرفوا يكذبوا احيانا، بس كذب اللي هو ايه يعني، هم شاطرين في الكذب اللي هو مجاملات، اللي هي في كده نوع من النفاق الاجتماعي، تحس الست يا حبيبتي كده شكلك قمر وكده، وهي مثلا ممكن زي تبقى مش كذبت كل يوم بالظبط انت زي كذبت كل يوم انا ودينا بالظبط. هو ده الحاجات البسيطه يعني انما انا بحس في طبعا نوع من الستات والرجال بيعرفوا يتمكنوا من الكذب، بس انا لا، انا يعني الكذب زي الاطفال يعني، بتكشف على طول، ما بعرفش اكذب قوي يعني. اوكي دلوقتي دخلنا على الفقره الثالثه الاخيره اسمها من زمان شويه. في الفقره دي هنسالك عن حاجات حصلت من زمان شويه بس بتخصك انت. تخصني انا؟ بالظبط. اوكي. دره كان نفسها تبقى ولد وهي صغيره، اشمعنى وانت صغيره؟ ايه ده عرفت ازاي؟ فعلا والله ما تهزريش. عشان كان اخويا يلعب وقت ما هو عايز، ينزل يتاخر كده وانا لا. اوكي. فكانت الحاجات دي بتضايقني، مش عايزه حد دخل في حياتي ولا يقول لي مش عارف ايه، فكنت حاسه الولد ده حياته اسهل، مش عارفه ازاي كنت شايفه لقدام يعني ان في مجتمعنا الولد يعني مرتاح اكتر يعني من البنت. البنت عليها ضغوط كتيره. اوكي. غيرت رايك طبعا دلوقتي قلتي الحمد لله ان انا دره وان انا بنت؟ لا ما غيرتش رايي. انا كان نفسي ولد برضه. كان نفسي ابقى ولد لغايه دلوقتي، لو انا راجل اريح طبعا. احنا الستات عندنا حاجات كتير وتفاصيل كتير متعبه يعني. لا بس انا فخوره ان انا ست وان انا بنت يعني. دي حاجه بالعكس انا اعتز بيها، وانا بحب زي ما قلت لك من الاول يعني البنات احسن وكده، لكن هو فعلا الولد بحس ان هو مرتاح في حاجات، واخد راحته اكتر في الحياه هنا، في خصوصا في الحياه واحكام المجتمع عليه ونظره المجتمع، حاجات كتير يعني. طب انت كان هيكون اسمك ايه لو انت كنتي ولد دلوقتي؟ ما عنديش فكره خالص كانوا يسموني ايه بصراحه. لا انت تحبي يعني انا كانوا اوريدي محضرين لي ان انا بنت، ومحضرين لي 3 اسماء بنات واختاروا منها وخلاص. كانوا مين بقى ال3؟ كان ناديه وفرح ودره. ناديه وفرح مش انت خالص اصلا؟ هي ما هو انا جت دره عشان دره اللي اتفقوا عليه ابويا وامي، عجبهم هما الاثنين. اوكي. هي كانت عايزه فرح وهو كان عايز ناديه. اوكي ماشي. كنت عامله عصابه للبنات عشان تتخانق مع عصابه الولاد في المدرسه. ايوه صح. ده عشان تحققي حلمك وتساوي بينك وبين الاطفال اللي معاكي ولا ايه؟ مش عشان نتخانق، لا ما كناش بنتخانق، كنا بنعمل فيهم زي مقالب مثلا، في جواسيس، كناش بنعمل فيهم حاجه قوي يعني، ولكن احنا كنا عايزين نبقى عصابه البنات منفصله واحنا المسيطرين وكده. وكان كل حد يعني عندنا مثلا عندنا كتابه سريه، وعندنا حركات بتحصل، وفي انا رئيسه، في وزيره، في مستشاره، وفي جواسيس، وفي مثلا ولد ناخده جاسوس معانا يبقى هو كده معانا وبيتجسس عليهم برضو. لدرجه والله الموضوع وصل للمدير وقال لا يعني بطلوا موضوع العصابات اللي انتوا عاملينه ده. انت كان وظيفتك ايه في العصابه اصلا؟ رئيسه العصابه؟ والله ما اعرف، كان اسمي رئيس العصابه، بس انا يعني فعليا ما فيش حاجه معينه يعني بعملها، بفكر يعني وكده بس الحاجات كانت عبيطه قوي اصلها يعني اللي بتحصل يعني. ايوه اكيد كنت وصلت فاهم ده، بس انت يوجوالي دلوقتي انت كدره انت رئيسه العصابه في ما بين صحابك؟ خالص لا.
يعني ممكن اكون بحب الم صحابي او كده، لكن مش رئيس عصابه خالص. يعني بحب بالعكس حد هو يقترح وكده، مش انا دايما. ما بحبش اكون ليدر قوي يعني طول الوقت، لا خالص. اوكي. جالك زمان وانت صغيره جواب من ولد، اتبسطتي بيه وقتها ولا الموضوع كان عيب ما ينفعش بقى وبتاع وكده؟ والله ولا اتبسطت بيه قوي، ولا حسيت عيب ما ينفعش قوي. كان 3 صفحات ده جواب. ايوه كان 3 صفحات، كان طويل قوي. ما تهزريش، انا عارف كل فانا كنتش فاهمه هو ليه كاتب كل الكلام ده اساسا. وكان كل همي ان انا لما اقابله في المدرسه اعمل ايه. يعني انا عارفه دلوقتي ان هو بعت لي الجواب وانا مش عايزه اتفاعل مع الموضوع، فمش عارفه اعمل ايه ومكسوفه، وفي نفس الوقت طب اطنش ولا اقول له ميرسي مثلا، اقول له ايه يعني. فبقيت بالعكس مش مرتاحه للولد ده، الموضوع ده مش الموضوع. بس هو كان رومانسي كده وكان الكلام رومانسي. موضوع الجوابات ده كان طب انت بقى كان حلو. بتبعتي جوابات للولاد وقتها ولا وانت صغيره ولا لا؟ لا ما كنتش ببعت جوابات، بس كنت ببعت جوابات مراسلات. يعني كنت بحب بقى قصه ان احنا يعني مثلا يبقى عندي اصحاب في دول تانية ونبعت لبعض مثلا ممكن. بس باباكي كان بيقفش عليكي وانت صغيره لما كنت بتكلمي ولاد، الموضوع بقى امتى بقى منطقي وعادي ان يكون عندك زمايل دلوقتي؟ كان بيقفش في الحته دي، معرفش ليه. وانا كنت بحب يعني، انا على قد ما وانا صغيره قوي كان عصابه ولاد وعصابه بس بعد كده بالعكس كونت صداقات من الولاد وبقيت ارتاح لصداقه الولاد اكتر، وبقى ماي بيست فريند ولد وكده. فكان طبعا ابويا مش فاهم قوي الحته دي، يعني مامتي كانت متفهمه اكتر، كانت بتبقى عارفاهم خلاص، ودول صحابي يعني بنروح المدرسه وبنذاكر مع بعض وبنقعد نذاكر. بس شويه شويه يعني الدنيا بقت عاديه شويه. انت بقى سن ايه؟ يعني في الجامعه. في الجامعه؟ اوكي. عمرك لبست لبس ولادي وانت صغيره؟ لبس ولادي كلنا بنلبس لبس ولادي. لا يعني هو مثلا خدتي الجاكيت بتاعه وانت نازله بتاع اخويا وانا صغيره وانا كبيره كمان. بجد والله؟ عادي. انت ايكون في الفاشن والحاجات دي، انت كدور دلوقتي ممكن تعملي كده تلبسي لبس ولادي فتره ولا لا بالنسبه لك؟ ممكن ساعات اعمل كده. اصل في لبس ممكن يبقى هو ايه يليق يعني ينفع ولاد وبنات، مش لبس ولادي يعني اللي هو بدله رجالي هلبسها. بس ممكن البس حاجه اوفر سايز شويه، حاجه بتاعت ولاد. ممكن قميص بتاع جوزي البسه، يعني ممكن جاكيت بتاع اخويا، يعني ما فيش مشكله. كنت لسه انت بتقلبي اصلا هدوم من هاني كتير ولا لا؟ بقلب شويه وساعات بقى حاجه عجباني فبجيبها له هديه عشان البسها انا بعد كده. يبقى حاطه الموضوع في دماغي بالاول. حلو ده هيجي على قدي مظبوط. طب هاني حبيبي اتفضل. بالظبط. ثانك يو سو ماتش يا دايما، بجد مبسوطين قوي قوي انك كنتي معانا. وانا كمان والله متحمسين قوي، وكل سنه وانت طيبه عشان شهر المراه الحلو ده. ميرسي وانتوا طيبين. شكرا. ميرسي.